هم اللي ممكن يحموا دراسة أعمال الشرطة بدراسة قانون. فالحقيقة الأمن بدون قانون خطر على الاستقرار وخطر على المواطن. فأنا شايف إن إحنا عندنا جهاز شرطة مدرب بتدريب أمني شرطي، لكن أيضا عنده خلفية قانونية يحترم القانون، ودي الضمانة. لأن الأمن لما بيستخدم السلطة بيضع حدود على خروج الأمن فوق راسه. بالنسبة لنا احنا بنعاني من اختلال في الأمن شديد، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر. وأنا عايز أقول لك أنه لا يوجد حديث عن إعادة النشاط الاقتصادي، عن بناء مجتمع سياسي جديد يتمتع بما نأمل فيه من نظام ديمقراطي مفتوح يسمح بحماية الحريات بالتعددية، مفيش فيه إقصاء، الكل يشارك، الكل يحاسب، الكل مسؤول. هذا الأمر ما لم يوجد أمن. فاللي أنا عايز أقوله إن الحكومة ملتزمة ومصرة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري بأي ثمن، بأي النقطة تكلفة. الأساسية صحيح. هذا هو الأمر. نحن ما فيش حاجة اسمها بأي ثمن. لابد إنك تحاول تقلل أعباء تحقيق هذا الأمن المطلوب الذي بدونه لا يوجد. طيب مهندس